السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مملكة آسيا وحلقة جديدة من مطبخ مملكة آسيا. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وحال. النهاردة معانا وصفة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل سمك مشوي نوعين مختلفين. دي حفارة، معرفش بتتقال ايه في المحافظات التانية أو في المناطق التانية، انتوا قولولي في التعليقات عندكم اسمها ايه. وسمك سهلية، هو بيبقى شبه البوري شوية بس بيبقى يعني صغير في الحجم بتاعه غير السمك البوري. فاحنا هنعمل حفارة وسهلية مشويين بالردة في الجريل، وهنعمل لهم دقة كده خلطة جميلة بتخلي طعمه زي المشوي بره البيت بالظبط وزي الجاهز بالظبط. لو انتوا اول مرة تشوفوني وتشوفوا قناة مملكة آسيا وعجبكم الفيديو، اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتوا مشتركين في القناة، لايك وشير للفيديو، قولولي على رأيكم في التعليقات، وقولولي كمان على اسماء السمك عندكم ايه في الاماكن اللي انتوا موجودين فيها، وفعلوا زر الجرس على الكل. وما تنسوش تشتركوا في جروب مملكة آسيا على الفيسبوك وبيج مملكة آسيا، وتابعوني على الانستجرام. يلا بينا نشوف احنا هنعملهم ازاي ونشوف طريقتهم سهلة وبسيطة ازاي. احنا هنشوي في الجريل، مش في الناحيه اللي هي العريضه شويه بتاعه الجريل اللي احنا بنحط فيها دايما، لا احنا هنشوي على الغطا اللي بنقفل بيه الجريل. الغطا الخفيف بتاع الجريل ده هيسخن معانا بسرعه، انا مشغله النار تحت منه اهيت، هيسخن معانا بسرعه وهنشوي على طول. دي اول نقطه انا هقولها. تاني نقطه عايزه اتكلم عليها ان في انواع سمك ما بتكونش زفره قوي، فانتوا ما تبالغوش جامد في ان انتوا تغسلوها. وقلت قبل كده الحاجات البحريه ديت او المأكولات البحريه بتتغسل بميه وملح بس، عشان الزفاره اللي فيها ما بنحطش فيها خل. ديت تاني نقطه. انا معايا صينيه، تالت نقطه هتكلم فيها. معايا صينيه وحطيت فيها الرده وحطيت فيها السمك ان انا ابدا اقليه. السمك بنكون غاسلينه بس ما بتكونيش مصفياه جامد ومنشفاه جامد من الميه عشان يبدا ان هو يلزق في الرده ان احنا نشويه بيها، عشان بنشويه من غير اي ماده دهنيه خالص. فعشان الرده تلزق على سطح السمكه بالطريقه ديت، انت لازم ان انت يكون السمك بتاعك يعني مند شويه، ما يكونش ناشف ومصفياه على الاخر عشان ان هو يرضى يتشوي وان هي الرده تلزق فيه. هنبدا نحط بالراحه على السطح بتاع الجريل. انت بتبقي مسخناه وبتحطي فيه على طول السمك. تانية كمان عايزة اقولها ان السمك بيكون غسلاه، ما بتكونيش شايلة القشرة من عليه وانت بتشويه بالردة. السمك بيتشوي بالقشرة بتاعته اللي من بره وانت بتشويه بالردة. انا عملتهم كلهم ورصيتهم في الجريل. طيب الناس اللي ما عندهاش جريل هتعمل ايه؟ لو عندك صاجة ممكن تحطيها على البوتاجاز وبتشوي عليها. ما عندكيش صاجة وما عندكيش جريل، ممكن ان انت بترصيهم بعد ما بتعمليهم بالردة زي كده، بتحطيهم في فرن البوتاجاز، ولما بيطلعوا بنحط عليهم الدقة اللي احنا هنعملها دلوقتي. انا هسيبهم ياخدوا لون وبعد كده لما نيجي نقلبهم اوريهم لكم. معانا الدقة اللي احنا هنبدأ نعملها. اول حاجة معانا طماطم، دي انا بشرة طماطم. بتبشري طماطم على حسب كمية السمك اللي معاكي. هنعصر بعد كده ليمون على الطماطم المبشورة. اهم حاجة الليمون والخل، دول اهم نقطتين فيهم. وهنحط كزبرة ناشفة وهنحط توابل سمك وكمون. يبقى هي دي المكونات بتاعة الدقة. يبقى حطينا ليمون، عصرنا ليمون، وهنحط خل. دوت هيخليها ان هي تديلك نفس التتبيله اللي انت بتشتريه من بره وبتلاقيها الخلطه اللي عليه. هنحط ملح ليها عشان احنا ما تبلناش السمك قبل ما احنا نحطه في النار. وهحط معلقه توابل سمك، وهحط كزبره ناشفه، وهحط كمون مطحون. الكزبره الناشفه بقى كتروا منها على قد ما تقدروا، بتدي نكهه حلوه جدا مع السمك، هي والكمون. يعني دول اهم 2 توابل بنحطهم مع السمك. هي دي التتبيله، وهنبدا ان احنا نقلبها وهنطلع السمك من الجريل ونبدا ان احنا نحط عليه التتبيله على طول وهو سخن، بتسقيه بيها اول ما بيطلع من الجريل.
هنا انا معايا السمك اللي يعني الجزء الاولاني اللي انا شويته وما صورتهوش، فهنا معانا الجزء التاني انا حطيته على طول مكانهم. فاول ما بياخد لون معاكي من الناحيه بتبداي ان انت تقلبيه الناحيه التانيه. شويت كميه الاولانيه وطلعتها، هتعملي ايه؟ بتجيبي مناديل المطبخ الورق وبتمسحي الجريل كويس وبتحطي مكانه تاني، ما بتحطيش بقى ميه او بتستني ان انت تغسلي الجريل وتحطي تاني الجزء التاني. لو عندك في الفرن بقى هتكوني حاطاه مثلا على صينيتين لو كميه السمك كبيره، او بتكوني حاطاه في صاج كبير وبتحطيه في فرن البوتاجاز، او لو عندك صاجه على البوتاجاز. هنا معانا السمك طلعناه من الجريل، واول ما بتطلعيه من الجريل وهتحطيه في طبق التقديم او هو في الصينيه او الصاج اللي انت عملتيه فيها، بنبدا ان احنا نحط عليه بقى الدقه ديت من فوق كده بالطريقه ديت، ان انت بتسقيه بيها خالص. بيغير طبعا طعم الشوي وبيخلي طعمه جميل زي الدقه اللي احنا بنشتريها على السمك من بره بالظبط. ده الشكل النهائي بتاع السمك النهاردة. طعمه جميل جدا، ريحته جميلة جدا زي السمك المشوي اللي انت بتشتريه من بره بالظبط. توابل السمك، الكزبرة، الكمون، الحاجات دي بتديله نكهة حلوة جدا مع الخل والليمون، وبتديلك نفس النكهة بتاعت بره. ان انت بتشويه بنظافة في البيت، بتبقي غاسلة السمك كويس جدا وبتستخدمي يعني كل الحاجات اللي انت بتستخدميها بتكون نظيفة، وفي نفس الوقت بتوصلي لنفس جودة وشكل السمك بتاع بره.